السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض معمولة بالقرفة والسكر. حلو، ده طعمه حلو جدا ومغذي ومشبع. كمان سعر القطعة دلوقتي برا بقت غالية. هتشوفوا ازاي ان احنا هنعمل صينية كاملة تكلفة اقل كتير من اللي بنشتريها من برا. كمان طريقتها سهلة. لو عملتوا كل التريكات اللي احنا هنعملها مع بعض هتنجح معاكم، وهتلاقوا ان الطريقة بتاعتها سهلة وهتعملوها على طول في البيت. هحتاج كيس خميرة أو معلقة كبيرة، أحط عليه معلقة أو معلقتين كبار سكر، ونص كوباية مية دافية ما تكونش سخنة ولا ساقعة. أدوب بقى الخميرة والسكر في المية واسيبهم 5 دقايق على جنب. أنا كده بختبر الخميرة عشان أتأكد إنها صالحة قبل ما أحطها على العجين عشان ما تبوظش معايا العجين كله. هحتاج كمان كيلو دقيق. أنا هنا هعمل صينيتين معمولة. صينية معايا هتاخد نص كيلو دقيق. المعايير اللي هقولها هي معايير الصينية الواحدة اللي هي نص كيلو دقيق. يبقى هحط نص كيلو دقيق، حط عليهم رشة ملح وكوباية زيت. هنا بقى الخميرة فارت كده، انا اتأكدت ان الخميرة شغالة وصالحة. حط بقى كمان الخميرة كده على الدقيق، وابدأ بقى اعجن بايديا المكونات كلها وبس الدقيق بالزيت. معايا كمان هنا ده لتر لبن دافي. ابدأ احط بقى منه على الدقيق شوية شوية كده لحد ما اعجن الدقيق كله. ازود شوية شوية لحد ما الاقي الدقيق خد كفايته واتلم معايا. العجينة سهلة جدا ولينة وطرية وبتعجن معانا بسهولة. شايفين بقى العجينة طرية ازاي ولينة جدا، من اسهل العجينات اللي انتوا هتعملوها وانجحها. كده انا عجنت العجينة كلها. اغطيها بقى كده بالاسترتش واسيبها لحد ما تختمر وحجمها يتضاعف. خدت معايا تقريبا كوبايتين لكوبايتين ونص لبن، بس احنا بنزود شوية شوية حسب احتياج العجينة. تعالوا بقى نعمل حشوة لحد ما العجينة تختمر. هحتاج نص كوباية سميد، اللي هو السميد اللي بنستخدمه في البسبوسة السايب. لو مفيش اقدر اجيب بتاع الكيس. هحتاج كمان عليه نص كوباية سكر ومعلقتين جوز هند ومعلقتين قرفة. اقلب كل مكونات الجافة مع بعضها وانزل عليهم بقى بالمية، مية فترة عادية جدا، شوية شوية صغيرين كده لحد ما الاقي المكونات كلها امتزجت. مش عايزة المية تبقى كتير، عايزة بس ان انا اخلط المكونات كلها مع بعضها واحس انها بقت زي الرملة. بس كده المكونات كلها اختلطت ببعضها. اعرف بقى ازاي ان الخلطة مظبوطة؟ احطها كده في ايديا، لو لقيتها لما اضغط عليها كده فضلت زي ما هي متماسكة ما تفكتش، يبقى كده مظبوطة جدا. كمان ما نبالغش في استخدام المية عشان الخلطة بتاعتنا مش تبوظ. كده بقى العجينة اختمرت معايا وحجمها اتضاعف ازاي. ننزل بقى الهواء اللي فيها كده شوية شوية بالراحة، وابدأ بقى اشتغل بالعجينة. العجينة فيها زيت كمية كفاية جدا، مش هحتاج ان انا ادهن الرخامة بالزيت ولا اي حاجة. اقسم بقى العجين بتاعنا زي ما احنا قلنا ان انا عاملة مقدار صينيتين،
يبقى هحتاج اقسم العجينة ل4 اجزاء قد بعض بالنظر كده وبكل سهولة، من غير بقى ميزان ومن غير اي حاجة، بالنظر ببساطة جدا هقدر اقسمهم ل4 اجزاء تقريبا يكونوا قد بعض. ولو في اي جزء حسيت ان هو حجمه صغير شوية او كبير اقدر انقص منه او ازود منه بسهولة جدا. افرد بقى العجينة كده بايديا او بالنشابة، اجي بقى في صينية اكون دهناها بالزيت وافرد بقى العجينة بتاعتنا. دي صينية مقاس 28، الصينية دي بتاخد معايا نص كيلو دقيق. افرد بقى العجينة بتاعتي بكل سهولة. اجيب بقى الحشوة بتاعتنا وابدأ بقى افردها كده في قلب الصينية، وبلاش اخرج للاطراف عشان الحشوة مش تتحرق. العجينة دي من اسهل العجينات اللي هتعملوها، وهتلاقوها سهلة جدا في عجنها وفردها، مش هقابلكم مشكلات فيها. بس لو مشيتوا على المقادير اللي انا قلتها دي والخطوات اللي احنا اشتغلنا بيها. اجيب بقى الجزء التاني بقى كده وافرده، مش عايزاها تبقى رفيعة قوي، واجي بقى بالسكينة اقسمها 4 اجزاء. دي اسهل طريقة عشان ان انا انقل بيها العجين في الصينية ويفضل على شكله. لو نقلت العجين كله وهو بحجمه قطعة واحدة كده هتقطع معايا. شايفين بقى كده نقلته ازاي بكل سهولة. وابدأ بقى افرد العجين كله كده مع بعضه، هيتوصل ببعضه مش هيبقى فيه اي فراغات ولا اي حاجة خالص. اراعي كمان ان الصينية كلها تبقى ارتفاع واحد وانا بفرد العجينة. الحقيقة ان انا بحب اتعامل جدا مع العجين ومع الدقيق، بحب المسه بايديا وافرده واشكله. اقطع بقى الصينية اي تقطيع نحبها. انا جهزت صينيتين وقطعتهم، هسيبهم بقى يختمروا مرة تانية لمدة نص ساعة لحد ما الاقي حجمهم ارتفع. هنا بقى بعد نص ساعة الصواني ارتفعت معايا كده واختمرت. اجيب بقى اللبن وادهن الوش، ممكن احط على اللبن رشة قرفة، ممكن بدل لبن استخدم بيض احط عليه رشة قرفة ورشة فانيليا. ادهن بالراحة جدا عشان الاختمار بتاع العجينة مش يخرج. كمان ما بلغش في اللبن اللي انا بدهن بيه على الوش عشان مش يبوظ العجينة او يبوشها. واخر حاجة بقى رشة السمسم. ادخل بقى الصواني دي فرن اكون مسخناه قبلها ب5 دقايق على الرف المتوسط على درجة حرارة 200 لحد ما الاقي الجوانب بقى لونها ذهبي، مش اكتر من كده. افتح بعد كده الشواية عشان الوش ياخد لون ذهبي كده. الصواني بقت جاهزة معايا وخرجت. اعيد بقى على التقطيع اللي انا كنت مقطعاه قبل كده. معايا بقى هنا شربات، ده شربات بارد والصينية طبعا سخنة، اسقي بيه على طول. الشربات ده 1.5 كوباية سكر و1.5 كوباية مية وعصرة نص ليمونة، ارفعهم على النار لحد ما الشربات يغلي ويقعد وينزل معايا خط متصل وانا بختبره. مرضتش اعمله معاكم في الفيديو، احنا عملناه كتير مع بعض
عشان بس مش هطول مدة الفيديو. كده المعمولة بقت جاهزة معايا. شايفين بقى لونها ذهبي وجميل ازاي ويفتح النفس. هنا مقدار الشربات اللي انا سقيت بيه ده بيخليها طالعة مظبوطة، مش مسكرة قوي. اللي يحبها مسكرة قوي يزود الشربات، طبعا كل واحد حسب رغبته. الحقيقة ان انا بحبها مظبوطة، ما تكونش مسكرة قوي بزيادة ولا برضو تكون دلعة، عشان تبقى مغذية ومشبعة ناكلها في الفطار او في العشاء. شايفين بقى العجينة طرية ازاي وشكلها جميل وطعمها لذيذ حلو سهل جدا. تكلفة الصينية دي لو حسبتوها هتلاقوها اقل كتير من اللي بنشتريها من بره. اعملوها بقى ومن البيت خير. واهم حاجة وانتوا بتعملوها مش تنسوا تذكروا الله عشان ربنا يحسن ما بين ايديكم. انا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. بألف هنا وشفا.